طيب نروح بقى لزكية ونشوف زكية نروح هتقول لنا لزكية. ايه النهارده. مساء الخير يا سيادة المستشار. أهلا بيك يا زكية. وحشتنا ووحشتنا معلوماتك القيمة، لكن وجودك معانا في فقرة ثابتة في كل حلقة هيكون إضافة للموسم الرابع. أهلا بيك يا زكية. عاوز أعرف منك، هل ممكن متهم بجريمة زي دي ياخد براءة في حالات معينة وإمتى؟ هو في النهاية يعني زكية ما كانتش مركزة معانا في الحلقة، كانت مهنجة شوية. تقريبا بتفكر في ف... مستقبلها. فهو زي ما قلنا ان هو الاحكام البراءات هي قضيه زيها زي اي قضيه. اي قضيه جنائيه بتندرج تحت الاحكام فيها اما تكون بالبراءه او بالادانه. صحيح. خلاص، فهناك اسباب للبراءه وهناك اسباب للادانه تذكرها المحكمه في تسبيب احكامها، ومن الاسباب اللي يعني ممكن نقول ان هي تؤدي الى البراءه انتفاء القصد الجنائي، ان ما يبقاش المتهم ده مثلا عارف ان اللي بيعمله ده جريمه، او ان هو ما كانش يقصد او لم يكن يقصد الاتجار او التربح، لان في بعض الاحيان بعض الاشخاص بتعمل الكلام ده عشان تتربح منه على اموال وفرق العمله، وبدل ما يروح يغير في البنك عشان ما اعرفش يوفر 5000 ولا 10000 فياخدهم من السوق السوداء وقصه كده، واحنا كلنا عارفينها. يعني ده امر يعني احنا وارد طبعا بيحدث كثيرا في اليوم. والاسباب كثيره، لكن في النهايه هذه الجريمه وهو بيت القصيد، هذه الجريمة تتمحور حول التحريات، فهي تكون الفيصل في هذا الأمر. فإذا ما كانت التحريات مدعومة بأسانيد قانونية وأدلة يقينية لا تحتمل التأويل، فتقضي المحكمة بالبراءة في هذه المسألة. طيب إيه هي بقى صور التعامل المشروع وصور التعامل الغير مشروع؟ بداية وقبل الحديث عن التعامل، وضحنا ونؤكد على أن القانون لا يحظر ولا يجرم مبدأ الحيازة والتملك، بل يجرم مبدأ التعامل والتداول. التعامل والتداول ليه صور مشروعة وصور غير مشروعة من وجهة نظر القانون، وفقا لما ارتآه المشرع حينما وضع المذكرة الإيضاحية لهذا النص ولهذا القانون. المشروع هو كل تعامل يكون داخل القنوات المالية المشروعة أو يكون داخل الإطار المنظم لمبدأ التعامل والتداول في العملات الأجنبية. زي إيه؟ البنوك مثلا التي تخضع لرقابة البنك المركزي، الجهات المصرفية زي أماكن الصرافة ومحلات الصرافة زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي. لكن على الجانب الآخر في شأن التعامل غير المشروع، هو كل تعامل يكون خارج الإطار المنظم. يعني واحد بيتعامل مع واحد في الشارع، واحد بيتعامل مع واحد عشان يغير منه عملة أو حاجة، ويبدأ بتصرف فردي أو تصرف شخصي، ويتكرر هذا الأمر ويصبح بقى مناط بالتربح والتكسب من وراء ده بفرق العملة، والأمور كثيرة في هذه المسألة. فإذا كان التعامل داخل الإطار المنظم زي ما وضحنا في القنوات المالية المشروعة اللي كلنا نعرفها، يعني فتكون هذه صورة من الصور المشروعة التي لا يجرمها ولا يعاقب عليها القانون، ولا جريمة ولا عقاب في هذه المسألة. ولكن إذا كانت هذه العمليات تتم خارج هذا الإطار المنظم، فيعاقب عليها القانون وتكون في حد ذاتها جريمة وتضع صاحبها تحت طائلة القانون. طب هل